والله حالتنا تعبانه، بس الحمد لله قاعد نقول يعني لزمنا شوادرنا راحت، فرش ما عندنا وكل شيء ما عندنا، تفوتين على الخيمه وتدعجين. صبري واخذي يعني شيء تشوفينه بعينك. ايه هذا اللي علينا. صار لها 6 سنين تقريبا. ايش نسوي؟ والله بنتي ايش نريد نسوي؟ والله ما عندنا، هسه لو عندنا زاد نجيب نقطي مثل بعضها، امرنا لله. ما عندنا. والله أنا مرة مجلوطة حق علاج ما عندي والله، وأنا قايل صادق اللي حلفت والله صحيحة حلف. بس يا بنتي ما عاد يطلع بيدنا شيء. والله يا بنيتي الوضع الكبار على وضعي يعني. أنا تعبانة حيل مو شوية، وهي أنا تعبانة يعني حيل، ما حتى ما بي مادية، تريد أقول والله بمادية أني تريد تختار تاشية. والله يلزمنا يما كل شيء، يلزمنا لازم دحجة هدومنا شلونها، يلزمنا لباس، يلزمنا شوادر، يلزمنا مواد، يلزمنا كل شيء. وبسؤال حزاني والله قاعدة انام يعني رقعة ما قاعدة ادفي. والله مرضي حيش قلبي، بيا وجع قلب، بيا ضغط، بيا كالون، بيا بحصة بالمرارة، يعني كثير بيا امراض حيش قلبك. والله يا بنيتي لولا بتهيأنا نرجع. علاش ما تهيأنا نرجع؟ بيوتنا ظلت غادي وخربت بيوتنا، ليش ما نرجع؟ مو خير من هنا؟ أنا من مخيم واشوكاني، متهجرين من الورد اليوم صارنا 6 سنين. من دخلنا بهالمخيم ما بدلوا الشوادر. يعني صار لنا ايش كثر صار نظبط بين نخيط ما نخيط عبال الهريانات ما يوقف بالخياط. ويعني والله أقول لك اللي جاء المطر جدانا وضع ما أساوي. يعني شادر ما بي مضبوط، دوري على الخيام كلها ما تلقين الخيمة ضابطة. ويعني وضعنا بشكل عام زاد، المخيم وضعه سيء. انه ما بي شغله مردود هالمعينه وما تكفي. التنظيفات قاعد يجيبون بها 4 صابونات، يجيبون بها شامبو اطفال شامبو كبار ما يجيبون. يعني شغله يعني اقول لك يعني شغله ما هي، فطورات للولد صغار ما بي. اللي ما عنده مردود شهري او عنده حدا يشتغل له ما يعيش. يعني وضعه حيل مأساوي. بالنسبه لي اني هسه جاي اطبخ على النار، لما من الحاويات كرتون اطبخ من النار. احمي مي اغسل عجالي كل شيء من النار. اسوي على النار. يعني كانت قبل تجينا الكهرباء نسوي عليه زريها، ساعة الكهرباء ما تجي. اي والله بالشتاء نستنى نوزع لنا مازوت زاد وضع ماشي حاله، وبتجي يجيبوا لنا شوادر في الخيام، اهم شيء شوادر الخيام. والمازوت. طلبنا ان نرجع اول شيء، اليوم صار لنا 6 سنين مهجرين. يعني واحد شلون ما كان بيته احسن. كنا نزرع، كنا نربي دجاج، كنا نربي غنم، كنا نربي. هسه عينا يعني شنو حتى الجهال ما بيصح لهم. كل يوم على الدكتور، حتى وقايه ما ضلعتهم.